بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جمعة مباركة عليكم وعلينا وعلى أمة الإسلام يا رب. واقول لكم دي لهلوبة ودي بتبور. هنعمل ايه؟ هغسل دول في المطبخ من بره. انا كنت مرتبة المطبخ ومظبطاه من جوه وفرشة فهم. اللهم صل على النبي، مفارش من اللي هي بتتحط تحت الأطباق والحاجات دي يعني. المهم ان انا كنت مرتبة المطبخ من جوه. فالضلف من بره بقى، وانا عند من عند المقابض كده، مطرح ما بنمسك بايدينا بقى، واللي ايده معكوكه واللي كده، دول في المطبخ صراحه متوسخه متلحوسه يعني كده. فقلت لا بقى، رشيت باور. ومعايا لهلوبه هي برضه بحط على السلكه، مخلي بقى الدلف زي الفل اهي. وبل السلكه كده شويه ميه عشان ايه يعني تمشي معايا في الغسيل. اهو برش زي ما انتم شايفين كده. في ثانيه بقى كانت الدلف دي بتسرق كده سرجين والله العظيم. والزيت بقى بيبقى مطربش على على الابيض، كمان فيه ابيض اهوت زي ما انتم شايفين، ابيض فين بيتي. لان بيتي مش بيبين فيه، بس الابيض صراحه باين فيه الزيت. فمجرد ما رشيت كده من الباور بقى يقع في ساعتها وينزل ويسيح كده وينزل من على الضلف. حته سلكه بقى كده وتبلها ميه وتعكها لهلوبه من ديت، وفي ثانيه بقى خلت الضلف زي الفل. حته هدمه بقى من اللي هي بتشرب الميه دي، قطن او فايبر او اي حاجه من دي، وتبلها ميه وتعصريها وتمسحي الضلف. خليتهم كده حاجه عسل. وهبيت المطبخ بقى وظبطته، وكل يوم احنا بنشتغل في، يعني كل يوم ايدينا في المطبخ، لان المطبخ دوت يعني الاكل والشرب فيه، فلازم يكون نظيف وكل حاجته نظيف. فيوميا انا ايدي في المطبخ على طول. بس صراحة الدولف بقى اللي سبتها ايه اتلحوست واتبهدلت. فانا الاوان بقى لها ان هي ايه تتغزل النهارده. نخش بقى على الارض نشوف هنعمل فيه ايه. نشيل الشلت، نفك فرشتها، نحطها في الغسالة ونطلع الشلت كده في الشباك، واللي هيطلع على البلكونة ونشوف يا حبايبي هنعمل ايه النهارده. شوفوا بقى، لو تلاحظوا لما بقى منشف بالحته اللي في ايدي، تلاقي الضلفه البيضه نطقت ازاي جميل. لو الواحد يسهي كده هو كل كام يوم، لو والله لو كل اسبوع مره ويعمل كده التنظيفه دي، ما يبقاش متوسخ معايا كده. بس الواحد هيعمل ايه بقى؟ بنسهى بقى وسهو علينا. هنا بقى كنت خلصت اهوت ومسحت، وبقول لكم شوفوا الضلف البيضه نطقت ازاي وبقت زي الفل. اهو. كنت هبيت السقف وكنست فوق ظهر المطبخ من فوق، وفرشت عليه كده كراتين، وفي حاجات بقى رصيتها كده زي برميل عندي صغير. طشت كده ألمونيا مش ليه لازمة. بقيت يعني بقى ايه ارص في محمود يناولني، وارص فوق ظهر المطبخ كده، وعين الحاجات اللي مش لها لازمة. واقول لكم هنا الضلف برضو من تحت غسلتها وخليتها زي العسل. هنا بقى يجي ايه دور الارج دوت، لان انا كل يوم زي ما قلت لكم كل يوم بعمل اوضه. فاللهم صل على النبي. شوفوا بقى، كنت انا شلت الفرشه وحطيتها في الغسالة. اهو بقول لكم دي بقى كله هيطلع طبعا كتير عليا، اطلع على البلكونه، هرص في الشباك شويه، والباقي هطلعه في البلكونه على السور شويه برضه. جيت اشيل السجاد ده لقيته نضيف، قلت لا والله ماني شايلاه. عملته بالمكنسه، هبيت بقى السقف ومسحت الحيطه مسحه حلوه، وخليت الاوضه فاضيه خالص مفيش فيها اي فرش. وجبت بقى المكنسه وقمت مشغلاها وشديت السجاد بقى بالمكنسه. والبطانيه ديت شلتها بقى، ما عدتش فرشينها، ما عادش لها لازمه. الجو كل سنة وانتم طيبين دفة، يعني ما عادش عايز حاجات من دي. وهنلمهم بقى في جنب. لما فرشة الفرشة دي تنشف بتاعة الشلت، واشوف بقى نستعين بصديق يركبهم معايا. شوف بقى حد يعملهم معايا، لان انا طبعا تركيبهم صعب صعب صراحة، الشلت دي تركيبها صعب. فهكومهم بقى بعد كده لما اشوف حد يركبهم بقى معايا. لما شغلت الغسالة حطيت فيها كوباية برسيل جل، وحطيت شويه كرول برضه حوالي كوبايه، ورحت لما فرشه الشولت ديت على مرتين، لان طبعا كتير على الغساله. هي غسالة اولا كبيره يعني اللي هي 12 كيلو، اللي هي النص بس، طبعا كتار عليها. رحت اسماهم حطيت فيها دور، والدور التاني حطيته قدام الغساله لما الدور اللي في الغساله يطلع.
لا اله الا الله محمد رسول الله. هنا بقى كنت طبعا انا كنت غسلهم وطلعت بقى على البلكونه عشان انشر. حاطه طبق كده في شويه ملوخيه في الشمسه، نعملهم النهارده كده جنب طبقين بطاطس وجنب بطايه. يعني طبعا مع الشغل ده كله مش هنتغدى، مش معقول. احنا عايزين نتغدى عشان نقدر نشتغل. طلعت بطايه كده من الفريزر اللي عملتها الصبح و... وولعت على طبقين بطاطس وشويه ملوخيه حطاهم كده في الشمس. هخلص بقى واخدهم واخش ايه اعملهم. ادعكها في المصفى كده عشان تنعم لو خشنه. اي مصفى عندك، مصفى ألمونيا مصفى ستانلس، وتحطه تحتها طبق كده واسع وتمسكيها بقى تدعكها بكفة ايدك كده عشان لو خشنة ولا حاجة تنعم بقى معاك. وحمري بقى فص توم بالشوربة زي ما بتعمليها او بطريقتك انت واعمليها. هنا بقى كنت غسلت بقول لكم فرشة الشبت كلها هيت في الشمس زي العسل في ثواني. هنا بقى كنت لميت الفرشة كده، جبت اللي بره وجبت اللي في الشباك وخليت الدنيا زي الفل. اهو لما اشوف بقى حد يركبهم معايا اعمل ايه، ونرجع نفردهم بقى تاني. يلا يا حبايب هنعمل ايه، ربنا يعين كل واحد على حاله. يلا كل سنة وانتم طيبين. هنا بقى كان الاكل بتاعي خلص، ادي الرز وادي البطايه بتاعتي برضه استوت وطفيت، وادي البطاطس كانت لسه فيها شويه كده. وهنا الغدا بتاعنا خلص اهو يا حبايبي، واشوفكم في فيديو جديد، وبشكر كل اللي دخل واشترك عندي. حبايبي تسلمولي تسلمولي تسلمولي. كل سنه وانتم طيبين، مع الف سلامه.